السلام عليكم البنات، كي دايرين؟ بخير؟ كنتمنى تكونوا بخير وبالف خير ان شاء الله. اليوم كيف ما كتشوفوا جيت نقدم معكم واحد البريوات كيجيو غزالين بالكروفيت. المهم بقاو معايا وتبعوا المقاطع. اول حاجه قبل ما نبداو الفيديو ديالي بداو الصلاه على النبي. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى اله واصحابه الاجمعين. هنا كيف ما كتشوفوا اول حاجه بديت بالصلاه ديالي. حاولت انني نقطع طريفات صغار كيف ما غتشوفوا معايا. هنا بعد ما قطعت البصله ديالي دزت نقطع الربيع. انا خديت المقيله ديال الجميله. اول حاجه غندير فيها واحد المعلقه ديال الزبده كيف ما كتشوفوا. غادي نخلي ديك المعلقه ديال الزبده حتى تذوب ليا ونزيد فوق منها البصيله. هنا البصيله بعد ما تشحرات ليا كيف ما كتشوفوا هي بدات كتهبط. هنا بعد ما هبطت شويه غنزيد عليها الكروفيت. هذا على الربيع اللي كنت ديجا قطعت معكم. وغادي نزيد عليها التوابل مع فصيله ديال الثومه. بالنسبه للتوابل انا استعملت هنا الخرقوم، سكينجبير، التحميره وشويه ديال الزعتر والبزار. هنا غادي نحط الفصيص ديال الثومه ديالي. ضروري شويه ديال الثومه مع الكروفيت باش هذاك الشيء ديالو وديك الريحه ما تبقاش. ما غنضيف الشعريه الصينيه ديالي بعد ما سلقتها واحد نص سلقه بحال هكاك. وغنضيف واحد المعلقه ديال الموطارد ونكون صفيتها مزيان من الماء. هنا بعد ما شحرت هادشي كيف ما كتشوفوا الكروفيت ديالي والشعريه يعني طابوا، غنضيف عليهم الزيتون. نخلطو كلشي باش نبدا نعمر البريوات ديالي. انا خديت ورق ديال البسطيله الكبار. صراحه كيجيو ناعمين كيجيوني مزيانين وحتى كيخرجوا كونتيتي مزيان. هنا كيف ما كتشوفوا غادي ورقه كنقسمها على 4 وكنحاول ديما من الجهه اللي ميدما هي اللي كندير على سطح العمل والفوقانيه كندهنها بالزيت. الحرشه يعني كندهنها بالزيت وعاد باش كنبدا نوضع الحشوه ديالي. وغادي نبدا نلولب على شكل سيجار. هنا راه كيف ما كتشوفوا درت معكم 4 ديال القطع. اللي بغى يضيف الهريسه يضيفها. انا صراحه اكتفيت غير بالمطرد. حتى بالهريسه صراحه كيجيو غزالين ولكن كتبقى الهريسه ماشي اي واحد كتعجبو. انا نبدا نطوي في البريوات ديالي. غنبقى نستمر حتى نكمل الكميه اللي عندي ديال الحشو. هنا كتشوفوا كيف ما كتشوفوا بعد ما كملت الحشوه ديالي كامله غادي نحاول انني ندهنها بشويه ديال الماء والدقيق باش ما تحلش ليا البراد.
هنا بعد ما لصقتهم كاملين بالما الدقيق غادي ندوز ندهنهم بشويه ديال الزيت مع التحميره باش كيعطيو واحد اللون ذهبي، كيجيو غزالين هكاك وكيجيو حتى مقرمشين. انا هنا قررت ندخلهم الفران حسن باش يجيو شويه صحيين احسن من الزيت. كنشعل عليهم لتحت وكنقلبهم ملي كيتحمروا. كيف ما كتشوفوا البراوات ديالي كيكونوا وجدوا لي كيف ما كتشوفوا كيجيو صراحه غزالين. كنتمنى انكم تجربوهم، كيجيو مقرمشين ولذاذ وكيجيو عندهم واحد اللون زوين كيف ما كتشوفوا، لون ذهبي بديك التحميره والزيت. كنتمنى الفيديو ديالي يكون خفيف ظريف على قلوبكم. ما تنسونيش بالاشتراك بجيم بالكومونتير وبالصحه فطوركم، ونخليكم حتى الفيديو الجاي ان شاء الله.